السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الطحينه الخام بتاع الشركات بمقادير قليله. نعمل كميه كبيره وفي البيت بدل ما نطلع نشتريها بقى بفلوس كتيره، هنعملها في البيت. شويه دقيق، كوبايه سمسم، وشويه زيت. تمام. معايا كوبايه سمسم محمص، بس محمص لونه ذهبي، مش غامق، لونه كده، لونه ذهبي كده. ما بحبش الطحينه اللي هي السمسم بتاعها ابيض، بحس انها هنيه كده ولونها ابيض ومش حلو. دي كده بتخلي الطحينه لونها ابيض كده، لونها ذهبي وجميل. تمام. معايا يبقى نص كوبايه سمسم، معايا نص كوبايه دقيق. طبعا الزيت على حسب القوام. ومعايا نص معلقه ملح، طبعا ده ماده حافظه، هحطها في الاخر. هنبدا اسخن بس اسخن السمسم مع الدقيق، اسخنه بس اطير الرطوبه منه وارجع لكم تاني. في الطاسه اهو، حطيت السمسم على الدقيق. طبعا دي وصفه سهله وبسيطه، ما تاخدش معاكي اي وقت. حطيت السمسم على الدقيق وحطيته على النار، طلعت بس منه الرطوبه. تمام. بحطه بقى في المطحنه في الكبه بتاع الخلاط. حطيت الاثنين على بعض عشان يتطحنوا بسرعه وتبقى ناعم وقوامه ناعم، ويتطحن معاكي ما يعوقش معاكي. تمام. احطهم بقى احطه في الكبه. كده حطيت الخليط في المطحنه، في الكبه بتاعت الخلاط، وهطحنه معاه. بسم الله. طبعا مثل الدقيق مع السمسم بيخلي الخليط يبقى ناعم بودره، ما يبقاش متكتل زي العجين. تمام. طبعا يا جماعه، ممكن تحطي، ما توقفيش على الدقيق بس، ممكن تحطي سمسم. ممكن تحطي سمسم مع فول سوداني، بيبقى طعمها برضو جميل. المتوفر عندك في البيت، يعني ممكن تزودي بالدقيق، ممكن تحطي فول سوداني، ممكن تعمليها خام كده بسمسم بس، تبقى جميلة. تمام. هطحن معاكم ده. طبعا الطحينة بقى يعني حاجة أساسية في البيت، حاجة أساسية. المشويات مع الفول مع أي حاجة تبقى حاجة مهمة، يعني ما نستغناش عنها. شايفين نعمة ازاي؟ لو السمسم بس كانت هتبقى مكتلة كده، والسمسم منزل الزيوت. معلش وقع من شوية. افضيهم بقى في الطبق. اركن بقى الكبة واستعمل شفشق الخلاط. تمام. نحط شوية زيت، يعني ربع كوباية كده، عشان نمشي بيهم نحط شوية من الطحين اللي احنا طحناه. بسم الله. ونضرب. بسم الله. نحط شوية طحين
منحطش الكميه كلها عشان الخلاط ما يوقفش، ونعين الغطا الغطا بتاع الشفشه، ونحط الزيت سرسوب سرسوب من فوق. وارجع احط بقيه الكميه. يعني الزيت ما تلتزميش بمقادير معينه، على حسب الطحينه اللي انت عاملاها، الكميه اللي انت عاملاها كوبايه او كوبايه ونص، وعلى حسب القوام ما يبقى مظبوط، عشان ما تبقاش كلها زيت وطعمها متغير كده. تمام. اضرب تاني. كل ما تضربي فيها تبقى ناعمه، تبقى ناعمه وزي الجاهزه، وزي الجاهزه بالظبط. شايفين القوام عامل ازاي؟ لسه فيها برضه ايه، لسه خشنه شويه. انا بوريكم القوام هو في الخلاط، وهو بيتضرب في الخلاط. ابدا احط نص معلقه ملح صغيره، مكترين دي بس ماده حافظه عشان الطحينه ما يجراش حاجه. واضرب تاني. احط بقى الغطا. ادي كميه الزيت، كنت حاطه الكوبايه دي، ما كانتش ملانه كمان. حطيت الزيت اللي حطيته في الخلاط يعني نصها. تمام. شايفين فضل قد ايه؟ وده القوام، ده القوام بتاع الطحين. ده القوام بتاع الطحين زي الجاهزه بالظبط. اضربها كمان ضربتين. شويه دقيق وشويه سمسم هتعملي احلى طحين. لازم كل حاجه تشتريها من بره. وفري البيت ووفري لجوزك، واعملي حاجه نظيفه في البيت، مش مكلفه ولا حاجه. تمام. افضيها في البوله وارجع لكم تاني. طبعا ضربتها واصبها في البوله. شايفين؟ مش مكتله، مش خشنه، ناعمه وزي الكريمه. شايفين القوام؟ تحطيها بقى ببوله، تحطيها لو عندك برطمان اي حاجه حطيها فيه. يعني ما توقفيش نفسك على انك انت انا حاطاها ببوله اهي. ممكن تشتري بقى اي برطمان وتحطيها فيها. تمام. شايفين؟ كل الكميه دي هركن بس الخلاط وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني يا حبايبي بعد ما صبيتها في البوله. كل دي كميه عملتها بشويه سمسم وشويه دقيق. وطبعا كل عام وانتم بخير.
بمناسبة الشهر الكريم شهر رمضان. المشويات بقى والفول والحاجات، محتاجين بقى الطحينة. بدل ما تروحوا تشتريها اعمليها بالبيت بأسهل، اعمليها في البيت بأسهل الطرق. ولو عجبك الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك.